هو ليه الناس مبسوطة بظهور أحمد مكي في آخر مشهد من مسلسل كارثة طبيعية؟ الحلقة ال10 من مسلسل كارثة طبيعية كانت نهاية مفتوحة. أحمد مكي شاف بالصدفة السكريبت بتاع محمد وهو في الاستوديو وداخل يصور البرنامج، وقرا صفحتين منه وعمل رياكشن كده إن هو عجبه والمسلسل خلص. أنا متأكدة إن الحلقة الأخيرة دي لو كملت اللي هيحصل إن أحمد مكي هياخد السيناريو ويكلم حد يقول له أنا لقيت قصة الفيلم بتاعي اللي جاي وانا داخل تصوير دلوقتي، ولما اخلص هحكي لك. واول ما ابتدوا التصوير يحصل ماس كهربائي والاستوديو كله يولع بالناس اللي فيه. ما هو مش ممكن كميه النحس اللي ملحق شروق محمد من اول المسلسل. هصرف عليهم منين دول؟ طول ال10 حلقات اللي فاتوا احنا عايشين معاهم خناقاتهم ومشاكلهم ومعاناتهم، بس ليه المسلسل يخلص وانا افضل شايله همهم وهم ال8 عيال؟ يعني البامبرز بس اكتر من مرتبي؟ يا ماما الوضع اللي انا فيه ده وضع مش طبيعي. انت سبت الشغل والايجار اتضاعف عليا، يعني كلها شهر بالكتير مش هنلاقي ناكل ولا نسكن في حته كمان. ليه تشيلونا كل الهم ده واحنا ناقصين؟ كنت عايزه نهايه سعيده تطمنا وتفرحنا وتخلينا راضيين حتى لو مش واقعيه. بس عايزه اقول كذا حاجه على اخر حلقتين. مشهد محمد ممدوح كان خطير ويجنن، وإفيه حمزه العايلي وهو لابس لبس التمريض البامبا وقال كلمتين ما خدوش ثانيه، وانتي مالك، بس بجد قالها بطريقه رهيبه وبتضحك جدا. مش هتكلم تاني عن الحاجات اللي اتكلمت عنها قبل كده في الفيديو بتاع اليوتيوب، ممكن اللي ما دخلش على القناه يدخل يشوفه. بس بجد اسعدتونا جدا وحسينا ان شروق ومحمد دول ناس قريبين لينا ونعرفهم وحد من صحابنا وقرايبنا وشايلتونا الهم، وشكرا. عايزه اعرف بقى رايكم بصراحه، نهايه مسلسل كارثه طبيعيه انتوا راضيين عنها ولا كنتوا تفضلوا نهايه تانية؟ طب شغلوا بقى الكرياتيفيتي بتاعتكم، وعايزه حد يقول لي فكره او حاجه حلوه جدا كان المسلسل ممكن يخلص بيها.